ما ينفعش يعدي رمضان غير لما نعمل كل انواع الكنافه. عملنا كده مع بعض كام سلسله من سلسلات الكنافه، وقلنا نكمل مع بعض كده السلسله كلها. فلو عندك كده حبه كنافه فايضين او فتافيت هتجمعهم كده وتدخليهم تتحمصوا. هنعمل بطريقه حلوه جدا بكريمه وطريقه اقتصاديه وفي نفس الوقت بتجيبيها من بره بمبلغ. هنعملها في البيت مش هتكلفي غير كوبايه اللبن وشويه الكنافه اللي هيتبقى منك. لو بتعملي صينيه كنافه وتبقى منك حبه صغيره هتقدري تعملي كبات كده وتقدميها. الكب بره انتوا عارفين سعره والاسعار احنا عارفين يعني بقت حاجه خزعبليه جدا، فربنا يطولنا برحمته. هتنفع طاسه كده على النار فيها بقى الحبه اللي موجودين عندك، هتجيبي انتي او زي ما انتي عايزه، وبعد كده هتحمصيهم وتحطي عليهم كده معلقه من السكر البودر، وممكن كمان خلاص تستبدلي معلقه السكر وتحطي عليها معلقه السمنه وتقلبيها كده على النار كويس جدا لغايه ما تاخد معاكي اللون الذهبي. بعد كده هتروحي على طول رفعها كده تبرد، ما ينفعش تسيبها في الطاسه عشان ما تاخدش لون اغمق من كده، وتطلعها لون افتح عشان بعد كده بترجع تاخد لون اغمق تاني. فانا نزلتها كده ببوله وبعد كده اروح نازله باللبن عشان نعمل الكريمه. هنعمل طبقات الكريمه بجد جربوها طعمها حلو جدا واقتصاديه وحاجه من البيت ومش هتكلفك اي حاجه بس غير كوبايه اللبن. نزلت بكوبايه من اللبن. المقدار انا مش هقول لكم المقدار زي ما انتوا عايزين، بس انا هقول لكم المقدار اللي انا عملته. كوبايتين من اللبن عليهم معلقتين لبن بودر، معلقتين نشا، معلقتين كريم شانتيه. وممكن نستبدل الكريم شانتيه بعبوه قشطه، ونقدر نستبدل زي ما قلت لكم نستخدم علبه القشطه، ولو ما فيش قشطه نقدر نستخدم معلقتين من الكريم شانتيه. بيدي برضو نفس القوام وبيخلي الكريمه كده طريه وغنيه وفي نفس الوقت قوامها كده كريمي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وبعد كده بقى هنجيب الكبات وممكن نستخدم كوبايات من البيت عادي او ممكن نستخدم من اي حاجه. انا كان عندي اللي هو الكبات الشفاف دي حلوه جدا وشكلها كمان شيك، ممكن تاخديها معاكي رايحه اي مناسبه اي تقديمه تقدميها كده معاكي تبقى شكلها حلو جدا وفي نفس الوقت كانك جايباها من بره مش عاملاها في البيت. وهتحطي طبقه من الكنافه. تقدري كمان لو انت عايزه تحطي الكنافه تقلبيها بالسكر او بالعسل كده، تقلبي بالسكر او تحطي عليها معلقتين سكر او معلقتين عسل تقلبها كويس جدا. بس انا حبيت كده طعمها بالسمنه احسن. وهنزل عليها بطبقات الكريمه. طبقه الكريمه والطبقات تقدروا يعني زي ما انتوا عايزين طبقه سميكه رفيعه دي حاجه ترجع لكم بس. وهكرر بقى مع بعض كده بقيه الطبقات كلها. احط طبقه من الكنافه عليها طبقه من الكريمه واحط طبقه تاني. هعمل 3 طبقات، ممكن تعملوا 3 طبقات 4 طبقات دي حاجه ترجع لكم. بس طعمها حلو جدا. بس تعمليها كده قبليها وتشيليها في التلاجة عشان كل الكريمه تتشرب من الكنافه يبقى طعمها حلو جدا وتبقى طريه معاكي. وتقدري بعد كده بقى تشربيها تحط على الوش نوتيلا او تسقيها بالعسل او كمان نستخدم اللوتس او نستخدم صوصات زي ما انتوا عايزين او نقطع فاكهه كده ونحطها على الوش طعمها حلوه جدا. انا حطيت واحده من الفلوتس وهعمل كده عليها من الشوكولاته وهعمل كمان بتاع ده كريم كراميل. دي حاجات كده انا بستخدمها. ونقدر كمان نعمل حاجات اقتصاديه في البيت بتبقى موفره علينا وفي نفس الوقت بيبقى طعمها حلو جدا وبتدي كميات حلوه. بس انا حبيت كده يكون الشكل بسيط كده واقتصادي وعلى قد الايد. لو في فاكهه بقى بما ان احنا في الموسم الفراوله نقدر نستخدم الفراوله نعملها قطع فراوله، ممكن نعمل توبنج من الفراوله نقدر نقدمها كده برضو او نحط على الوش كده نوتيلا. وفي نفس الوقت ممكن نحط كمان طبقه من الكريمه اللي احنا عملناها على الوش. هتبقى طعمها حلو جدا ولذيذ. جربوها وقولوا لي رايكم ان شاء الله. هستنى رايكم واللي وصل معايا هنا يحط لايك واشتراك في القناه ويقول لي ايه حابين نعمل مع بعض ايه بقى الفتره الجايه. وان شاء الله نعمل لكم كمان الترندات اللي نازله بتاعه بلبن. وتشوفوا الطبقات مع بعض كده متماسكه كده وشكلها حلو وجميل وطعمها كمان في حته تانية. الكنافه يعني معشوقة الجماهير، ما ينفعش نعدي رمضان الا لما نشكلها باكتر من شكل. مع السلامه.